السلو ليفينج وتأثيره عليا. قلت لكم قبل كده اني قررت اعيش على طريقة السلو ليفينج لاني حابة الحياة دي، حابة الحياة البطيئة اللي بستشعر فيها كل حاجة حواليا وبحس فيها بكل النعم اللي ربنا اداهالي وبقدرها، وبقدر فيها قيمة الوقت، وبعمل الحاجات اللي بحبها وبستشعر فيها قيمة الاشخاص والاشياء. حياة بعيدة عن الدوشة والزحمة. النهاردة في الفلوج بتاع النهاردة جاي اقول لكم قد ايه السلو ليفينج غير فيها كتير، وجاي اقوله لكم من المكان اللي تخيلت ان عمري ما احبه ولا عمري احب ان انا اعمل فيديو منه. طول عمري كنت شخص عصبي، ومش بس شخص عصبي، كنت كمان دايما مستعجلة جدا، كنت عايزة كل حاجة بسرعة. ما ينكرش ان انا لما كبرت بقيت اهدى كتير، بس كمان السلو ليفينج غير فيها كتير جدا وخلاني شخص اهدى، خلاني مقتنعة ان النجاحات السريعة بتروح بسرعة، وان الاشياء السريعة طول ما هي بتيجي سريعة فعلا هتروح بسرعة. فبقيت احس ان لا، عايزة كل حاجة ببطء، وان كل حاجة تاخد وقتها. بقيت شخص عارف ان لكل حاجة نهاية مهما طالت ومهما ضاقت. مش لازم اكبر المواضيع قوي، مش لازم احس ان دي نهاية العالم لو حصل لي حاجة وحشة مهما كانت كبيرة. بالعكس، هتتولد كبيرة وبعد كده هتقل وهتنتهي، مهما طالت ومهما ضاقت كده كده هتنتهي. بقيت كمان شخص بيعرف يكون لوحده، ودي اهم حاجة بالنسبة لي. مش بس ان انا اكون لوحدي، لا، انا بقيت استمتع بان انا بكون لوحدي. زمان كنت دايما بهرب من صوتي الداخلي، مش عايزة اقعد مع نفسي. مجرد ما اقعد مع نفسي ممكن امسك الموبايل واقعد سكرول عليه، مش عايزة احس اصلا او اسمع انا بقول ايه، مش عايزة اشوف مشاعري بتقول ايه او اسمعها. بس دلوقتي بقيت استمتع بكده، بقيت اسمع نفسي اكتر، بقيت اقول لنفسي طب انتي عايزة ايه واحنا نعمله. بقيت اكتب اكتر، لما بقيت اكتب اكتر بقيت اقدر مشاعري اكتر، بقيت اسمع نفسي اكتر، وبقيت احسن وبقيت اهدى. كمان بقيت شخص اقرب لربنا، لاني بقيت اتأمل اكتر، بقيت اركز في كل حاجة حواليا، بقيت اشوف قد ايه الكون ده كبير وقد ايه جميل، وان عمر ما حد يقدر يصنع كون بالجمال ده غير ربنا، لان مفيش حد قادر ان هو يعمل كل ده اصلا غير ربنا. فبدأت اتأمل اكتر، وبالتالي بقيت اقرب لربنا اكتر. من احلى الحاجات اللي بقيت ممتنة ليها في الفترة الاخيرة هو اني عندي مكان زي ده، مكان اهرب منه وافصل منه من كل حاجة، بعيد عن الدوشة والزحمة. لما احب اكون مع نفسي واسمع صوتي واحس بصوت السكون بتاع الكون، بقيت اروح للمكان ده. فمبسوطة قوي، ممتنة جدا لربنا للنعمة دي. ساعات بخاف تبقى ذكرى وتبعد عنا وتموت الفكرة. في صوت هدوء مش طبيعي، تحفة تحفة، حاسة ان انا مبسوطة بطريقة مش طبيعية. زمان ما كنتش بحب اجي هنا خالص، بس دلوقتي لا، حاسة مبسوطة قوي ان انا خدت الخطوة دي وجيت قوي. انا اصلا بعشق الصوت الهدوء ده. بعدين دلوقتي عشان اكتر بدأت ارسم وكده، فحاسة ان انا شايفة درجات الاخضر والتداخل بتاع الالوان تحفة. واو، يا انت كنت فين من زمان. اللي عمري ما تخيلته ان السلو ليفينج خلاني اكتشف ذاتي اكتر، خلاني اعرف ان عندي هوايات جديدة عمري ما كنت اتخيل ان انا هحبها او اعملها في يوم من الايام. دايما كنت مقتنعة اني شاطرة في حاجة واحدة وبس، مش شاطرة في حاجات كتير، ما عنديش غير هواية واحدة وبس.
بس لما بدأت أركز مع نفسي أكتر وأسمع صوت نفسي بعيد عن الدوشة اللي برا، بدأت أكتشف إن لأ، أنا عندي هوايات تانية جديد. أنا بقيت أحب الرسم، بقيت أحب التصوير، بقيت أحب حاجات عمري ما تخيلت إن أنا ممكن في يوم من الأيام أكون شاطرة فيها. بجد أنا السلو ليفنج غير فيها حاجات كتير جدا. أنا ممتنة للحظة اللي اكتشفت فيها السلو ليفنج، ممتنة لكل حاجة حواليا، ممتنة لكل النعم اللي ربنا اداهالي، ممتنة لوجودي، ممتنة ان انا كل يوم بكتشف ذاتي اكتر، ممتنة ان انا كل يوم بتطور وبكبر اكتر، مستنية اللحظة اللي هكون فيها احسن بعدين، مستنية اللحظة اللي هكبر فيها، ويا ترى هوصل لايه تاني، ويا ترى هعيش ايه تاني، وهمر باشياء ايه تاني. انا ممتنة لكل حاجة. من اكتر الحاجات اللي انا ممتنة لها هو السلو ليفينج.